كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتفقد أصحابه. كان يقول: أين فلان ابن فلان؟ ما فعل فلان؟ يسأل عنهم ويتفقدهم صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وأصعب المواقف. لما كانت غزاة أحد وانصرف المشركون عنه صلى الله عليه وسلم ولاقى ما لاقى من شدة البلاء في هذا اليوم، جعل صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، يقول: من يعلم لي علم سعد بن الربيع؟ من يخبر لي خبر سعد بن الربيع؟ فإن آخر عهدي به وهو بملاذ الجبل أشرعت له الأسمة. فانتدب رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بن كعب وزيد بن ثابت، قالوا: نحن نعلم لك خبره يا رسول الله. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: فانطلقت أجول بين القتلى فوجدته عند شجرة في الرمق، أي في رمقه الأخير، فناديت عليه قلت له: يا سعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك يا سعد؟ ففتح عينه وما كاد قال: كيف هو؟ أول كلمة قالها: كيف هو؟ قال زيد بن ثابت: سالم صالح. قال: عليك وعلى رسول الله السلام، قل له: أصيبت مقاتلي وإني لأجد ريح الجنة. وقل لإخواني الأنصار: لا خير فيكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وفيكم عين تطرف. لا خير فيكم إن قتل رسول الله وفيكم رجل حي. فلما وصل خبره للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: رحمه الله، دعا لله حيا وميتا.